المطبخ السعودي أشهر من نار على علم بقد إيه إنه أكله طيب ومميز، وكل مدينة فيه إلها نكهة خاصة. اليوم رح أخدكم على الحجاز. اليوم رح نعمل مغازيلية الحجازية جدا طيبة، سهلة سريعة، ويلا نبلش. بطنجرة على النار حطيت زيت نباتي، قلبت معه بصلة مفرومة ناعم لحتى أخذت لون أشقر. بعدين حطيت عليها معلقة من الثوم المهروس، نزلت عليها مكعبات من اللحمة وحبة من البندورة المفرومة ناعم مع معلقة من المعجون البندورة، قلبتهم كتير منيح. بعدين نزلت عليهم كوب من اللبن. والبهارات الصحيحة كانت قرفة، خلجان، وورق غار، وحبة من الفلفل الأحمر. وتشكيلة من البهارات رح تطلع قدامكم هلأ على الشاشة. طبعا بنعدل الملح فيها، بنزيد عليها مي سخنة، بنغمرها غمر مش أكتر من هيك، نتركها لحتى تستوي تماما. بهالوقت بحضر الرز. حطيت 3 حبات مستكة مع شوية زيت نباتي، عود من القرفة، و3 حبات من الهيل، والرز البسمتي المنقوع مع رشة من الملح، وغمرته بالمي السخنة. ضفت له كم قرن من الفلفل الحار ليعطيه هيك حدية شوي. بعدين تركته لاستوى على الآخر. وهلا بنيجي لتطبيق الأكل. عملت مثل حفرة بالنص وسكبت فيها كمية اللحمة مع الصلصة اللي نزلت منها، ورجعت غطيت اللحمة بطبقة من الرز، ورشيت على الوجه منقوع زعفران مع ماء الورد. وعلى جنب حطيت تشكيلة من الزبيب المنقوع أسمر وأشقر. غطيت الطنجرة وهديت النار على الآخر، وتركتها تقريبا بحدود 20 دقيقة لنص ساعة لحتى فتحت تماما وأخذت النكهات من بعض. يا سلام على المطبخ الحجازي وجماله، لو بس تشموا الريحة ولا تذوقوا الطعم. لا تنسوا تسيفوا الفيديو، رمضان جاي وأكيد رح تعملوا عزايم رح تنفعكم، أنا متأكدة. صحة وعافية، بشوفكم في وصفة جديدة.